هتعمليها أحلى من المطاعم بطريقة بسيطة واقتصادية وبقرمشة ما حصلتش، صوابع الفراخ المقرمشة. وهعمل معاها رز بطريقة جديدة وطعم خرافي. وأول حاجة هنبدأ فيها تتبيلة الفراخ. هضيف فصين من الثوم المهروس وعصير ليمونة كاملة. والبهارات بتاعتنا معلقة صغيرة من 7 بهارات وبهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل اسود. وبزود نص كوباية مية وبقلب التتبيلة البسيطة والجميلة دي. وبعد كده بضيف الفراخ، والفراخ هنا انا مقطعاها صوابع تكون مش رفيعة ومش سميكة. سيبها تتبل حوالي ربع ساعة. وفي الوقت ده يا حلوين هحضر معاكم ألذ وأطعم رز بجد. في حلة على النار هضيف فيها معلقتين زيت ومعلقة سمنة. وهنزل عليهم لما يسخنوا ببصلاية متوسطة متقطعة صغير. هشوح البصلة كده لحد ما تدبل وهنزل عليها بالبهارات الجميلة بتاعتنا. ورقتين لوري ومكعب مرقة ونص معلقة صغيرة فلفل اسود و7 بهارات ومعلقة صغيرة كركم ومعلقة صغيرة بهارات كبسة أو بهارات فراخ والملح. وهقلب البهارات مع البصل، وأول ما أشم ريحة البهارات هنزل بالرز مغسول ومتصفي، رز مصري. هدي الرز تشويحة بنت ناس مع البصل المتبهر. وبعد كده هزود عليه مية مغلية، ولازما المية تكون مغلية أو سخنة يعني. وهقلب الرز تقليبة واسيبه بقى يتشرب، ولما يتشرب بهدي النار لحد ما يستوي. وهنا الفراخ اتبلت وبقت مية مية. في بولة بقى فيها كوبايتين دقيق، والبولة التانية فيها مية ساقعة. أول حاجة هجيب الفراخ كده أنزل بيها في البولة اللي فيها الدقيق، وهقلب بقى كويس قوي. يعني الخطوة دي تاخدي فيها دقيقتين كده تقليب. وبصوا بعد ما قلبنا خدت على طول الكرنشة. هنفضها كويس من الدقيق، وبعد كده اديها غطس في المية الساقعة وارجع احطها تاني في الدقيق. وهقلب برضو كمان تقليبة محترمة لمدة برضو يعني دقيقة كده، تقلبيها كويس قوي في الدقيق. وبس كده بتكون جهزت معايا احلى ستريبساية او زنجراية. وبعدين بتنفضيها كويس قوي من الدقيق، وبصوا بقى الكفر اللي اخدته تحفة ما شاء الله. وقبل ما ابدأ في تغليف الفراخ بالدقيق هحط طاسة الزيت على النار علشان تسخن، علشان اول ما اخلص الكمية اللي عملتها بالدقيق هقليها على طول وما سيبهاش تقعد تستنى الزيت لما يسخن. وبصوا يا حلوين الرز بعد ما استوى مفلفل وطعمه خرافة، اسهل واطعم من الرز الريزو. والفراخ بعد ما اتقلت تحفة احلى من المطاعم بجد. جربيها وقوليلي رأيك فيها في التعليقات، واعمليلي لايك ومتابعة.